طيب، كما هو معروف استاذ عبد الحميد وكما تفضلت، انت تسكن في حي المالكي في دمشق، انت جار لمحمد حمشو، قريب من منزله، صحيح؟ يعني مو جاره، يعني باب على الباب، يعني في بيني نفس وبينه المنطقة، شيء يعني في نفس المنطقة. ما يعني حقيقة بنفس المنطقة. ما حقيقة ما يقال عن محمد حمشو أنه لديه مفرزة أمنية ولديه حماية، ويعني يدخل ويخرج على هواه، ويعني لا أحد طيب. يعترض طريقه؟ طيب، احكي لك قصة يمكن يعني يمكن شوي تفاجئك. امبارح بعد احكي ما لي. تبلغت صراحة كثير انزعجت، يعني مثل ما كل الشعب السوري انزعج. رحت على تحت بيت محمد حمشو مشان اطلع بفيديو، نفس الفيديو اللي طلعته بمنتصف جانيوري، عم بدعي فيه لمظاهرة. طلعت بهذا الفيديو وقلت جملة رح ارجع اعيدها على الهواء: شبح علي وبكى، سبقني واشتكى. قام بيجي عنصر من عناصر الامن العام بيجي لعندي بيركض بياخذ الموبايل. طبعا هذا اللي عم يحسه لحمشو. اقسم بالله هذا الشيء صار يعني امبارح. تؤكد ما أن بعرف. تؤكد الآن الرواية يعني التي تقول بأن هناك مفرزة أمنية مليار تحمي. بالمية انا مستعد هلا انزل، اذا بتجيب لي مم. موافقه من الامن. مستعد هلا انزل وانا على الهواء، انزل انا وموبايلي لتحت بيت حمشو، بارجيك امن العام. اولاده لمحمد حمشو وقت بيطلعوا بالليل بيسهروا بيكون وراهم امن عام. مم. هل يعقل اولاد رموز للنظام عم يحرسهم جهاز امن تابع للدوله؟ نعم. يعني بصراحه بقول لك اياها وهزلت يعني.